ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل معاكم نوع حلو قوي قوي، موجود في كل بيت وطريقته سهله ومش هياخد منك حتى ثواني. ان شاء الله هنعمل معاكي الشعريه بالسكر، بتبقى حلوه قوي قوي واولادنا بيحبوها وتبقى حلوه اكتر في الشتاء. بس قبل ما نبدا هنقول ما تنسيناش باللايك والاشتراك، وهنبدا معاكم وهنقول احنا معانا كوبايتين من الشعريه، ومعايا كوبايه ميه، لو عاوزه تعمليها بلبن اعمليها. معايا ربع كوبايه بشر، معايا ربع كوبايه زبيب، معايا 3 معالق حلوين كده سكر، ومعايا فانيليا، ومعايا 3 معالق زيت. احنا هنشوف ان كان سخن كده اهوت. بسم الله. حمره تحميره حلوه كده، ما تستعجليش عليه عشان كل ما تكون حمرا معاكي بتبقى جميله ومفلفله كده في الاكل وانت بتعمليها. نفضل نقلب، ايديكي فيها على طول، اوعي تسيبها وتروحي مكان لان هتلتقيها اتحرقت معاكي، هتبقى واحده بيضه وواحده حمراء، مش هتبقى حلوه معاكي. لكن لما تكون كلها لون واحد بصراحه بتبقى شكلها جميل قوي. تفضلي تقلبي، ايديكي ما تشالش منها زي ما قلت لك عشان ما تتحرقش معاكي. طريقتها حلوه وكل الناس بتحبها. ليه؟ الشتاء اصلا بيحب الحاجات المسكره، سكريات حلويات، بصراحه بتبقى حلوه قوي. نفضل نقلب لغايه ما تدي اللون الاحمر الحلو الجميل ده، بس مش اللون الغامق قوي زياده عن اللزوم. يعني ايه، هنحمرها تحمير بس بسيط مش قوي. خليكي معانا كده للفيديو وهتاخدي احلى فيديو معانا. تفضلي تقلبي فيها لغايه ما تحمر معاكي. اهم حاجه ما تعليش النار زياده عن اللزوم. كده خلاص لونها بقى حلو كده. احنا هنحط السكر، قلنا 3 معالق سكر. تقلبي، هنقلبها برضو شويه مش كتير. لو عاوزه تحطي كمان سوداني حطي، بس بصراحه انا لو حطيت السوداني مش هياكلوها، فطبعا كلنا بنعمل اللي ولادنا عاوزينه. وبرضو اللبن بيخليها حلوه قوي قوي. شوفي احنا بقى هنحط ربع كوبايه بشر، ربع كوبايه زبيب، وهنقلب التقليبه الحلوه معاكم دي، ما بتاخدش 10 دقايق. شو نحط بقى كوبايه الميه. بسم الله. ما تكتريش الميه عشان تبقى مفلفله وحلوه معاكي كده، ما تعجنش معاكي. اهي شوفوا، لو كترت الميه زياده عن اللزوم هتبقى عجنت معاكي، مش هيجيلك نفس تاكليها. لكن لما تكون مفلفله بتبقى حلوه قوي. هنهدي عليها ونسيبها ونهدي عليها النار، وبعد كده نسيبها بس اما الميه تنشف شويه. هنهدي عليها الوقت ونسيبها تستوي ونرجع له تاني. كده خلاص خلصت. بسم الله ما شاء الله. شوفوا فلفله ازاي معاكم وحلوه ازاي، عشان انا بعدها حطيت الفانيليا وحطيت كمان على كوبايه الميه ربع كوبايه ميه كمان. بس شوفوا ما تكتروش الميه عشان تبقى حلوه معاكم ومفلفله. بسم الله ما شاء الله. هنفرغها بقى معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. والريحه جميله مع شويه الفانيليا اللي احنا حاطينهم. كده خلاص. احلى لايك بقى من ايديكم الحلوه ديت. كده خلاص اهوت. بسم الله. شويه زبيب بقى على الوش حلوين كده. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ ومش مكلف ولا حاجه. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.